في رغبة كده عند معظمنا، لو مش كلنا، إننا نتحكم في عقلنا أكتر شوية. يعني يا إما عشان نفتكر حاجة مهمة، أو نبطل عادة سيئة، أو حتى يعني عشان بس نعرف نركز ونوصل لشوية هدوء. دايما في إحساس إن في قوة جوه دماغنا إحنا مش عارفين نوصل لها. فعلا، إحساس إن في إمكانيات غير مستغلة. بالظبط. والمصادر اللي هنغوص فيها النهاردة بتتمحور حوالين كتاب ظهر في السبعينات وعمل ضجة كبيرة قوي وقتها، اسمه طريقة سيلفا للتحكم في العقل، لمؤلفه خوزي سيلفا. الكتاب ده بالذات بيقدم برنامج عملي، يعني مش مجرد كلام نظري وخلاص. تمام. فمهمتنا النهاردة إننا نفصص الطريقة دي. إيه هي بالظبط؟ مين الراجل اللي عملها؟ والأهم، إيه الوعود اللي بتقدمها، اللي بتبدأ من حاجات بسيطة زي الاسترخاء وبتوصل لقدرات ممكن ناس كتير تعتبرها خارقة. واللي بيخلي الموضوع ده مثير قوي إننا مش بنتكلم عن حاجة جديدة أو غريبة. دي طريقة جربها أكتر من مليون شخص. هي خليط كده بين تأمل وتخيل وحاجات ليها علاقة بالحاسة الستة لو حبينا نقول. بس هي عملية جدا، صح؟ عملية جدا، بتستهدف حل مشاكل يومية بشكل مباشر، وده عكس طرق التأمل الشرقية التقليدية اللي ممكن تكون مجردة شوية. هنا الهدف واضح: حل المشاكل. تمام، خلينا نبدأ من البداية خالص. مين هو خوسيه سيلفا ده؟ الكتاب بيقول إنه ما كانش عالم نفس ولا فيلسوف، بالعكس ده كان فني تصليح راديو في تكساس. تعليمه الرسمي كان بسيط جدا. القصة دي هي مفتاح فهم الطريقة كلها. هو فعلا كان راجل عملي جدا. طيب إيه اللي حصل؟ شرارة الفضول بدأت وهو في الجيش، وجه طبيب نفسي يسأله أسئلة هو اعتبرها غبية. زي إيه مثلا؟ أسئلة زي هل بتبلل سريرك وكده. الأسئلة دي خلته يفكر، هما الناس دي بتفهم العقل إزاي؟ هو حس إنهم مش فاهمين حاجة، ومن هنا بدأ شغفه بالموضوع. بس من الشغف للمعرفة لطريقة متكاملة، دي رحلة طويلة. رحلة طويلة جدا. هو ما كانش مهتم بالنظريات المعقدة، كان عنده سؤال محدد وبسيط: هل ممكن نحسن معدل الذكاء، الاي كيو؟ وبدأ يجرب على ولاده. بالظبط. وهنا بقى استخدم خبرته كفني إلكترونيات. هو شاف إن موجات المخ دي زي الدوائر الكهربائية، ليها ترددات مختلفة. فكر إنه لو قدر يخلي المخ يشتغل على تردد أبطأ وأهدى، ممكن قدرته على استقبال المعلومات تزيد. استخدم التنويم المغناطيسي في الأول، صح؟ أيوة، بس بعد فترة سابه. أصل التنويم كان بيخلي الشخص في حالة سلبية، وهو كان عايز العقل يكون نشيط وفعال. وهنا بتحصل اللحظة اللي غيرت كل حاجة. الموضوع ما بقاش مجرد تحسين للآي كيو. بالظبط. دي اللحظة اللي القصة كلها بتتقلب فيها. في ليلة وهو بيعمل تدريبات مع بنته، كان لسه بيفكر في سؤال هيسأله لها. لقاها جاوبت عليه قبل ما ينطقوا. تماماً. جاوبت على السؤال اللي في دماغه. استني بس، يعني هو كان كل هدفه يرفع الآي كيو بتاع ولاده، وفجأة يلاقي بنته بتقرأ أفكاره؟ دي لحظة مرعبة ومذهلة في نفس الوقت. هي دي كانت نقطة التحول. أبحاثه اتحولت من مجرد تحسين الذاكرة لاستكشاف حاجة أكبر بكتير: الإدراك الحسي الفائق، أو ال ESP. أكيد اتحمس وقتها. طبعاً. وبعت للدكتور جي بي راين في جامعة ديوك، وده كان أكبر اسم في المجال ده في العالم وقتها. بس رد الدكتور راين كان محبط. قالوا إيه؟ كان متشكك. قال له إن بنته ممكن تكون عندها القدرة دي بالفطرة، وإن اللي هو عمله ده مش معناها إن المهارة دي قابلة للتعلم. التشكيك ده ممكن يحبط أي حد. بس هو كان ليه تأثير عكسي على سيلفا. التشكيك ده هو اللي خلاه مصمم يثبت إنها مهارة أي إنسان ممكن يتعلمها. وعلى مدار 10 سنين درب 39 طفل تانيين في مدينته، ووصل معاهم كلهم لنتائج ناجحة. وده كان بالنسبة له الدليل القاطع إن الموضوع مش صدفة، دي قدرة كامنة جوه كل واحد فينا. طيب إيه هو السر هنا؟ إيه الفكرة الأساسية اللي الكتاب كله قايم عليها؟ بصي، الفكرة كلها بتدور حوالين موجات المخ. الكتاب بيبسطها جدا، بيقول إن عقلنا بيشتغل على ترددات كهربائية مختلفة. زي بيتا وألفا؟ بالظبط. في بيتا، ودي حالة اليقظة العادية اللي احنا فيها دلوقتي. وفي ألفا، ودي حالة أهدى وأعمق، حالة الاسترخاء والتأمل. زي اللحظات اللي قبل النوم مباشرة. سر طريقة سيلفا كله هو إننا نتعلم إزاي ندخل لمستوى ألفا ده وإحنا صاحيين وبكامل وعينا، ونستخدمه بشكل فعال. ونستخدمه بشكل فعال. يعني معظم الناس فاكرة التأمل إنك تقعد متربع وما تفكرش في حاجة، بس هنا الموضوع مختلف. مختلف جذرياً. الكتاب بيفرق بين حاجتين: التأمل السلبي والتأمل الديناميكي.
التأمل السلبي هو الفكرة الشائعة إنك توصل لحالة هدوء وسلام، لكن سيلفا ما كانش مهتم بإنك تفضي دماغك. كان مهتم بإنك تستخدم الحالة دي. بالظبط، تستخدم حالة ألفا دي كورشة عمل عشان تحل مشاكل حقيقية. الفكرة مش بس توصل للحالة دي، لا، الفكرة هي هتعمل إيه لما توصلها. جميل. يبقى الموضوع مش مجرد استرخاء، ده صندوق أدوات. طيب، إيه أول أداة في الصندوق ده؟ سمعت عن حاجة اسمها الشاشة العقلية. دي أهم أداة، وكل حاجة تانية بتتبني عليها. الفكرة بسيطة جدا. الكتاب بيطلب منك تتخيلي إن في شاشة سينما كبيرة قدامك على بعد حوالي مترين كده. الشاشة دي هي مساحة العمل بتاعتك. أي مشكلة عايزة تحليها، أي هدف، بتعرضيه على الشاشة دي في شكل صور. بس لحظة، شاشة سينما في دماغي؟ الموضوع يبان طفولي شوية. هل هي مجرد تخيل وخلاص؟ سؤال مهم جدا. لا، الفكرة الأعمق هنا إن عقلنا الباطن مش بيفرق بين تجربة حقيقية وتجربة خيالية قوية وواضحة. يعني الشاشة دي مجرد أداة عشان أركز الخيال ده. بالظبط. لما مخطط المدن اللي الكتاب بيحكي قصته شاف نفسه وهو بيسيب الرسومات المهمة بتاعته في مطعم، هو كان بيجبر عقله يفتح ملفات الذاكرة المنسية اللي صعب يوصلها في حالة بيتا العادية المليئة بالتوتر. فهمت. زي تمرين الليمونة المشهور. هو ده. فعلا بيشتغل. بمجرد ما تتخيلي إنك بتقطعي الليمونة وبتعصريها في بقك، بتحسي برد فعل جسدي حقيقي. بالظبط. ودي فكرة الكتاب عن المنتال هاوس كيلينج أو التنظيف العقلي. لو مجرد تخيل ليمونة بيعمل رد فعل جسدي فوري، تخيلي تأثير تكرار كلمات زي أنا هموت من الصداع ده. العقل بياخد الأوامر دي بشكل حرفي. تماما. الكتاب بيحذر إننا بنبرمج نفسنا بشكل سلبي من غير ما ناخد بالنا. طيب، لو العقل بيتجاوب مع التخيل بالشكل ده معناه إننا نقدر نستخدم نفس المبدأ عشان نتخلص من عادات سيئة؟ أكيد. وده من أهم تطبيقات الطريقة. الكتاب بيحكي قصة سيدة قدرت تخس حوالي 12 كيلو. إزاي؟ كانت بتستخدم شاشتها العقلية. على اليمين تعرض صورة الأكل غير الصحي بس بشكل سلبي جدا وفوقيه علامة إكس حمراء كبيرة. وعلى الشمال تعرض صورة مشرقة لنفسها وهي رشيقة وسعيدة بالوزن اللي عايزاه وفوقيها علامة صح ذهبي. ومع التكرار عقلها ربط الآلام بالعادة السيئة والمتعة بالهدف الإيجابي. بالظبط. فالموضوع ما بقاش محتاج قوة إرادة، بقى تلقائي. بس كل ده محتاج وقت واسترخاء عشان أدخل في حالة ألفا. مفيش حاجة سريعة كده للاستخدام اليومي؟ فيه. ودي يمكن من أذكى الأدوات في الكتاب، تقنية الأصابع الثلاثة. إيه دي؟ ببساطة، وانت في حالة ألفا العميقة بتبرمجي عقلك إن مجرد ما تلمسي صوابعك الثلاثة، الإبهام والسبابة والوسطى، ببعض، تدخلي فوراً في حالة ألفا بشكل واعي. بتبقى زي زرار سحري للدخول السريع للحالة دي؟ أيوة. الكتاب بيذكر مثال مدرسة في دنفر استخدمتها مع تلاميذها في تعلم الإملاء وجدول الضرب، والنتائج كانت مبهرة لأنهم كانوا بيقدروا يوصلوا لحالة تركيز عالية في ثواني. تمام، يعني تحسين الذاكرة، التغلب على عادات سيئة، كل ده يبان منطقي. لكن الكتاب ما بيقفش هنا، صح؟ في قفزة كبيرة وجريئة بعد النقطة دي. قفزة هائلة. إحنا هنا بنتكلم عن التحكم في العقل لتوسيع نطاق العقل. هنا سيلفا بيبدأ يطرح فكرة إن العقل مش بس بيأثر على الجسم، لكن ممكن يحصل على معلومات خارج نطاق الحواس الخمسة. ودي النقطة اللي بتثير جدل كبير. جداً. زي إيه بالظبط؟ بتبدأ بالتشافي. الكتاب مليان قصص عن ناس قدرت تحسن نظرها، أو سيدة قدرت توقف نزيف جرح عميق في ذراعها بالتركيز الذهني. لكن المثال الأقوى هو شغل دكتور كارل سيمنتون. ده كان طبيب أورام؟ أيوة. واستخدم تقنيات تخيل مستوحاة من طريقة سيلفا مع مرضى السرطان كعلاج مساعد بجانب العلاج التقليدي. وده كان بيتم إزاي؟ كان بيطلب من المرضى يدخلوا في حالة استرخاء ويتخيلوا جهاز المناعة بتاعهم كجيش قوي من خلايا الدم البيضاء. ويتخيلوا الخلايا السرطانية كخلايا ضعيفة؟ بالظبط، كخلايا ضعيفة وهشة، والجيش ده بيهاجمها ويقضي عليها بسهولة. الفكرة مش إن التخيل لوحده بيعالج، لكن إن الحالة الذهنية الإيجابية ممكن تؤثر بشكل مباشر على استجابة الجسم للعلاج. طيب، كلام دكتور سيمونتون ده مهم، بس برضه لسه في نطاق العقل بيأثر على الجسم. إمتى بقى بنخرج بره الجسم تماماً؟ هنا بنوصل للمرحلة النهائية والأكثر غرابة في تدريب سيلفا، الإسقاط الحسي الفعال. الموضوع بيبدأ بإن المتدرب بيبني مختبر خيالي متكامل جوه عقله.
في كل الأدوات اللي ممكن يحتاجها وبيستدعي مستشارين لمساعدته. مختبر ومستشارين جوه دماغي؟ يعني زي ما أكون بتخيل ألبرت أينشتاين وهو بينصحني؟ بالظبط. ممكن يكونوا شخصيات حقيقية أو خيالية. الفكرة إن المستشارين دول بيبقوا رموز للوصول لمعلومات أو حكمة أعلى، والمختبر ده بيستخدم في قمة التدريب، دراسة الحالات. وهنا لازم أوقفك. دراسة الحالات دي اللي هي تشخيص مرض لشخص عمرك ما شفته بمجرد معرفة اسمه وسنه ومكانه، ده ادعاء بيغير كل فهمنا للواقع. هل الكتاب بيتعامل مع الموضوع ده كأنه حاجة عادية؟ بيتعامل معاه كأنه مهارة قابلة للتعلم زي أي مهارة تانية. الكتاب بيحكي عن حالة قدر فيها مشغل نفسي، ده اسم الشخص المتدرب، إنه يشخص بدقة حالة راجل عمره ما شافه. قال إنه عنده رئة واحدة مفقودة، وإن في ندوب من عملية جراحية قديمة في مكان محدد جدا في ظهره. ولما تواصلوا معاه طلع التشخيص صحيح 100%. الادعاء الصارخ هنا مش بس إن ده ممكن يحصل، لكن إن أي شخص لو اتبع التدريب يقدر يوصل للمستوى ده. طيب، بعد الادعاءات الضخمة دي لازم نسأل، هل في أي شيء في الكتاب يشبه دليل علمي ولا الموضوع كله قصص شخصية؟ الكتاب بيحاول يقدم أدلة موفقة عشان يجاوب على السؤال ده بالذات. في مثلا دراسة عملها دكتور كلانسي ماكنزي على 189 مريض نفسي. الدراسة دي خلصت لأن طريقة سيلفا كانت آمنة ومفيدة للمرضى دول، والغريب في نتيجتها إن الناس دي إدراكهم للواقع زاد مش قل. ده غير متوقع فعلا. وفي أبحاث تانية عملها دكتور جورج ديساو في مدارس ثانوية، ودي أظهرت تحسن كبير في قوة الشخصية والثقة بالنفس عند الطلاب. يعني التأثير كان على الصحة النفسية وتطوير الذات كمان. بالظبط. طيب، ده من الناحية النفسية. هل في أي دليل مادي أو فسيولوجي؟ ودي نقطة مهمة. في دراسات تخطيط أمواج الدماغ أو ال EEG اللي أجراها دكتور فريد بريمر. الدراسات دي أثبتت بالأجهزة إن المتدربين في طريقة سيلفا بيقدروا ينتجوا موجات ألفا بشكل إرادي وواعي، مش مجرد إنهم بيسترخوا وخلاص. في وقتها دي كانت حاجة ثورية. يعني في أساس فسيولوجي حقيقي بيحصل، والقصص دي كلها بتخلينا نفهم ليه الطريقة انتشرت بالشكل ده. جدا. من لاعبي فريق البيسبول شيكاغو وايت سوكس اللي استخدموها لتحسين أدائهم وتركيزهم، لمديرين تنفيذيين في شركات أدوية عملاقة زي هوفمان لاروش. بالظبط. أخدوا الكورس عشان يطوروا من إبداعهم وقدرتهم على حل المشاكل، وصولاً لبرامج الخدمة الاجتماعية لمساعدة المدمنين. الانتشار ده بيدي مؤشر إن ناس كتير لقت فيها قيمة عملية، بغض النظر عن إيمانهم بالجانب الخارق منها. يعني لو حبينا نلخص الرحلة دي، إحنا بدأنا مع فني راديو علم نفسه بنفسه، طور طريقة بتعتمد على الوصول لحالة تأمل عميقة ونشطة اسمها ألفا، والطريقة دي بتتدرج من تقنيات تبان بسيطة لتحسين الذاكرة، وبتنتهي بادعاءات قوية جدا ومثيرة للجدل عن قدرات إدراكية فائقة. بالظبط. والكتاب بيقدم كل ده في إطار رؤية أوسع للكون. بيشوف إن الكون كله عبارة عن طاقة مترابطة، وإن العقل البشري مش مجرد شوية خلايا عصبية محبوسة جوه الجمجمة. وإنه ممكن يتواصل مع ذكاء أعلى. أيوة. بيقترح إننا من خلال حالة ألفا بنقدر نتواصل مع ذكاء أعلى عشان نحصل على معلومات ونأثر في النتائج. ونقطة مهمة لازم نوضحها، إن سيلفا نفسه في الكتاب بيميز بين الذكاء الأعلى ده وبين الإله بالمعنى الديني. بيعتبره جزء من نسيج الكون نفسه. تماماً. طاقة ذكية متاحة للجميع. ودي نقطة جوهرية. الكتاب في النهاية بيسيبنا مع فكرة قوية جدا، إن كل القدرات دي حتى أكثرها غرابة مش قدرات خارقة، هو بيقدمها على إنها قدرات بشرية طبيعية تماماً، لكنها غير مستغلة لأننا تعودنا نعيش في حالة بيتا السريعة والمتوترة ونسينا باقي قدراتنا. فعلاً. وده بيسيبنا مع سؤال مهم جدا نفكر فيه. لو عقولنا فعلا عندها القدرات الكامنة دي على التأثير والتواصل، يبقى إيه هو الخط اللي بيفصل بين إننا بنصنع واقعنا الداخلي وبين إننا ممكن فعلا نأثر في الواقع الخارجي نفسه؟